كل سنة وانتم طيبين. وطبعا احنا عارفين سفرتنا ما بتخلاش من طبق الفول الراعي الرسمي لشهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل الفول في ساعة واحدة بس. هتعملي الفول بدون بقى ما يقعد معاكي 5 6 ساعات على نار هادية، ولا مثلا تحطي له طماطم وبطاطس وبصل وحاجات كتير. تعالى نعمله بمكون واحد هيستوي معاكي في ظرف ساعة بس. هتعملي حلة فول او قدرة فول زي ما احنا بنقول كده، زي ما بنقول كده كهرمان بجد، دايب كده دوب. وهقولك على شوية تريكات كده بسيطة بدون أي مكونات غريبة، وكمان كلها موجودة عندنا في البيت بمكون واحد بس. هيعمل معاكي الفول هيستوى معاكي في ظرف ساعة. جبت هنا نص كيلو من الفول، الفولة البلدي اللي تكون الكبيرة. مش هغسلها ولا حاجة. هجيب الفول واحطه في بولة واغطيه كله بمية دافية، تكون المية كده سخنة جدا مش دافية، واحط عليها معلقة سكر واقلب السكر خالص في المية. وبعد كده هغطي الفول ده لتاني يوم او على الاقل 8 ساعات. انا بيته من بالليل. شايفين تضاعف حجمه، وبكده انا اتضاعف حجم الفولة والفولة كبرت معايا، وفي نفس الوقت اتغسل وبقى زي الفل. هصفيه خالص من المية دي، وبعد كده احطه في الحلة بتاعتي اللي انا بعمل فيها الفول، او القدرة بتاعت الفول بتاعتنا على حسب اللي انتي بتعمليه فيه. بس القدرة بتبقى حلوة جدا، دي قدرة بتشيل تقريبا نص كيلو. بعد كده بغلي برضو مية، بغطيه كده بالمية خالص، المية المغلية. وبعد كده جبت كده فول مدشوش او فول البصارة بتاعنا، غسلت كده كوباية وبعد كده حطيته عليها ومعلقة سكر تاني. وبعد كده برفعه على نار عالية الاول، وبعد كده بوطي عليه النار شمعة كده لمدة ساعة بعد الغليان بساعة. بعد عليه ساعة بالظبط. هنا عدى نص الساعة. انا طبعا على نار هادية جدا، شمعة اقل عين عندك بوتاجاز. بص تقريبا استوى سوا كامل. بعد كده قبل بقى ما اطفي عليه النار، قبل الساعة ما تعدي كده ب10 دقايق، بجيب نص كوباية من المية واحط عليها معلقتين من النشا، واحط عليهم 3 معالق كبار من الصلصة. هدوب الاول النشا وبعد كده احط الصلصة وادوبها، وبعد كده بحطها على الفول واديله تقليبة كده واسيبه يغلي بس 10 دقايق. وبكده انا عملت الفول، بس هيتقل بس معايا بالنشا كده. شايفين الفول معايا تقل ازاي؟ بدون بقى عدس ولا غلب بليلة ولا شعير ولا طماطم ولا اي حاجة خالص، زي ما انتوا شايفين. وما خدش معايا ساعة على النار. هيكون معاكي بقى فول تخزني فيه طول الشهر زي ما انت عاوزه. يعني الفول، حبة الفول نص كيلو ده ممكن يقعد معاكي تقريبا اسبوع لو انتوا عيلة وبتاكلوا بقى طبعا كل يوم في السحور فول. بتكيسيه في اكياس بتاعه التلاجة وتحطيه عندك في الفريزر بعد ما يبرد تماما. شايفين الفولة كده كل فولة ماسكة نفسها وفي نفس الوقت متماسكة ولونها ما بيتغيرش نهائي. حطي كده حبة زيت وان شاء الله هبقى احضره معاكم في فيديو تاني بإذن الله. بجد وصفة حلوة جدا. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم. هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.